السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة روعة ما شاء الله. عندنا حتة لحمة بفتيك مع حتة مفروم مع حتة صدوق ما شاء الله، حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. شايفين البصل ده كله؟ هنخرطه شوية بصل كده حلوين، هنبتدي نخرطهم جوليان. وبعد كده هنجيب البطاطس برضو نخرطها نفس الطريقة، وراس توم كده حلوة ونخرطوها برضو هي كمان. والفلفل بقى اللي عندك بقى الوان موجود اخضر، ايا يكون الفلفل اللي موجود، لان الفلفل برضو بيدي قيمة غذائية عالية جدا. خلاص كده خرطناهم، البصل كمان خرطناه اهو. طبعا البصل بقى طبعا يحدث ولا حرج. بعد كده الطماطم ما شاء الله برضو نص طرنش، الفلفل. المهم احنا جمعنا الخضار كله وخرطناه. هنا انا مخرطه فلفل حامي، طبعا اللي ما بياكلش حامي ما يخرطش حامي، لان في ناس بتحب الحامي في ناس ما بتحبهوش، او في ناس ما بتقدرش تاكله. كده الفلفل الموجود برضو عندي، برضو الفلفل الموجود عندكم استخدموه مفيش مشكله. جمعنا الخليط كله على بعض، ريحته جميله، ريحه الخضار نفسه وهو كده لسه ني بدله ريحه تانية خالص. طبعا جبنا قطعه المفرومه اللي احنا هنستخدمها ايا تكون من الكميه اللي انت عايزاها على حسب الانفار اللي انت هتعمل لهم. قطعة ليا بقى، ودي الأهم، هنجيبوها، دي القطعة اللي كانت موجودة فاستخدمتها. هتخرطيها برضو خرط معانا، هنخليها خرط وهنحطوها مع الخليط. هنحط بقى البهارات، هنحط ملح فلفل اسود، معلقة سماق، معلقتين بهارات كفتة، توم باودر وبصل باودر. يعني ايه تشكيلة كده بهارات جميلة، وهنحطها عليهم ونبتدي نخلط الخليط كله بالبهارات اللي احنا حطيناها. طبعا الملح هتظبطي انت الملح، طبعا انت عارفه اكلك، ممكن عايزه حادق عايزاه مش حادق، حسب الملح ده انت اللي بتظبطيه. هتقلبي اللحمه مع الصدوق مع الخليط كله، هيتقلب كله مع بعضه. بعد ما تقلبيهم مع بعض تحطيهم في الصينيه اللي هتعملي فيها، هتبداي تحطي في وسطهم الكفته عشان الكفته ما تتبهدلش في الوسط معاهم. ظبطنا كله على بعضه. طبعا دول قرنين فلفل كده على ماشي كده على الوش. هتبداي بعد كده تحطي كوبايه ميه كبيره عليهم، وايه والزيت اللي احنا حسب الرغبه اللي انت عايزاها. هتحطي بقى ايه شويه زيت حلوين، معلقه قطعتين زبده مفيش مشكله، حسب ما انت عايزه. هتدخل بقى الفرن سخن جدا، يكون الفرن سخن على درجه حراره 200، وهتدخلي الصينيه بتاعتك. كده احنا طلعناها ما شاء الله جميله وريحتها جميله. هو التصوير عندي المره دي يعني